فمهما كان الفانتزي بتفكر بعقلك، هي مبنيه بشكل كبير جدا على الهبد، ولازم تهبد عشان تجيب بوينتس عاليه. انا عملت ليج، وان شاء الله في اخر الموسم هكسب اللي هيطلع الاول هديه قيمه من عندي. قررت ابدا سلسله جديده واتكلم فيها عن الفانتزي الدوري الانجليزي بشكل عام. السلسله دي تتكون من كذا حاجه. اول حلقتين هنتكلم فيها عن قواعد الفانتزي، ولو انت ما لعبتش فانتزي قبل كده ازاي تلعبها، وايه القواعد والحاجات اللي بتاخد عليها بوينتس. طبعا كلنا عارفين فانتزي، ولو انت ما جالكش فرصه ان انت تلعبها فاكيد شفت حد من صحابك بيلعبها. فعشان كده انا في الحلقه دي هديك كل الانستراكشن او كل الارشادات اللي انت هتحتاجها لو عايز تبداها من الاول وجديد. اول حاجه لما تكون عايز تبدا فانتزي بتنزل ابلكيشن على الموبايل فانتزي بريمير ليج، او ممكن تفتح اللينك عادي من جوجل من على البي سي. بتبدا بتعمل ساين ان بالفيسبوك او وات ايفر الحاجه اللي انت بتعمل بيها ساين ان، وبعد كده بتخش على الويب سايت او على الابلكيشن. بيطلب منك ان انت تكون فريق من الدوري الانجليزي من 15 لاعب. الفريق ده بتكون متقسمين 2 حراس مرمى، 5 مدافعين، 5 نص ملعب، و3 مهاجمين. اللعيبه دي كلها لازم قيمتها تكون ب 100 مليون. هو بيديك اول ما تخش 100 مليون بتبدا تقسمهم على اللعيبه دي. طب هل ممكن اشتري مثلا بال 100 مليون ده 5 6 لعيبه من فريق واحد؟ لا، هو اقصى حاجه 3 لعيبه من اي فريق في الدوري الانجليزي. يعني مثلا مانشستر سيتي تجيب منه مثلا ادرسون، دي بروين، هالاند، ما ينفعش تجيب مثلا معاهم فولدن. هم 3 بس من اي فريق في الدوري الانجليزي. بتبدا اول حاجه بتكون التشكيله بتاعتك المتكونه من 15 لعيب، ولازم يكون عندك الفريق بتاعك ال 11 والباقي بيبقوا دكه. لما الجوله الاولى بتبدا المفروض بتجهز الفريق بتاعك، بتجهز ال 11 لعيب اللي هتبدا بيه، والباقي بتحطه دكه، والدكه برده بيكون ليهم ترتيب. طب ايه لازمه الدكه؟ الدكه دول باختصار ان انت من 11 لعيب اللي عندك لو في واحد ما لعبش اول دكه بينزل مكانه. بس لازم الفريق بتاعك الفاينل بعد ما الدكه تبدل تكون متكونه ما بين جون او على الاقل 3 مدافعين وعلى الاقل مهاجم. ما ينفعش مثلا تلعب مثلا ب4 6، لا، لازم يكون في مهاجم وعلى الاقل 3 مدافعين. فانت لما اللعيب بتاعك ما يلعبش وينزل مكانه الدكه، الفانتزي او الابلكيشن بيشوف هل الفريق بتاعك المكون ده مكون صح ولا لا. لو غلط ما بيسيب اول دكه ويبدا ياخد تاني دكه بداله. الجون لو ما لعبش بينزل مكانه طبعا الجون على طول، ما فيهاش حاجه. طب لو الجون برده التاني ما لعبش ما بينزلش حد او بياخد 0 بوينت. يعني بتكون الفريق بتاعك وبتختار واحد كابتن وواحد فايس كابتن. الكابتن ده السكور بتاعه بيبقى الدبل، والفايس كابتن ده دوره ان لو الكابتن ما لعبش الكابتنه بتروح عليه، السكور بتاعه هو الدبل. طب لو الكابتن ما لعبش والفايس ما لعبش ما بينزلكش حاجه، ولا كابتن ولا فايس كابتن. وزي ما البوينتس بتاعتهم بتتضاعف لما يجيبوا جوان او يعملوا اي حاجه ايجابيه، نفس الكلام برضو لو خدوا طرد او خدوا اي حاجه سلبيه بتتدبل. يعني مثلا لو هياخد نيجاتيف 1 هو كابتن هياخد نيجاتيف 2. الترانسفير او الانتقالات قبل ما الدوري يبدا، طبعا الدوري الانجليزي لسه ما بداش الموسم ده، قبلها ممكن تعمل مليون تبديل في التشكيله بتاعتك، ممكن تبدل زي ما انت عايز. لكن اول ما الجوله الاولى بتبدا قبلها بساعه ونص بالظبط، وده الديدلاين لاي جوله 90 دقيقه او ساعه ونص، بيتحدد ال 11 لعيب بتاعك. لو عملت تغيير في الوقت ده خلاص بيبدا عليك بقى يتحسب نيجاتيف. طيب هل هفضل بالتشكيله بتاعتي لحد اخر الموسم؟ لا، انت بعد كل ماتش او بعد كل جوله بيكون ليك 1 ترانسفير، تقدر تبدل لعيب واحد. طب بدلت لاعبين بينزل عليك 4 بوينتس نيجاتيف من التوتال سكور بتاعك. لو بعد الجوله ما خلصت انا ما بدلتش، هتخش على الجوله الثانيه عادي، وبعد الجوله الثانيه هيبقى عندك تبديلين مش تبديل واحد، اللي هو التبديل بتاع الجوله الاولى وتبديل الثاني اصلا بتاع الجوله الثانيه. هل هفضل طول الموسم بنفس التشكيله؟ لا، بيبقى عندنا تشيبس او شويه حاجات كده اوبشنز اللعبه بتديها لنا عشان ما نفضلش بنفس التشكيله طول الموسم. دي هقولها لكم ان شاء الله الحلقه اللي بعديها. اول ما بتبدا بيكون اللعبه ليها اسعار، كل لاعب بيبقى ليه سعر معين وبيتغير ما بيبقاش ثابت. يعني مش شرط اللعيب بدا بسعر بيفضل بيه لحد اخر الموسم، لا، اللعيب لو اداؤه اتحسن وجوانه زادت او اسيستاته زادت او ايا كان مركزه ايه سعره بيزيد. طب لو العكس سعره بيقل برضه. فانت مش بعيد تبدا مثلا بلاعب زي هالاند ب 14 وفي اخر الموسم يقل، ممكن يبقى 12، ممكن يبقى 15 و16 على حسب الاداء بتاعه. الديدلاين زي ما قلنا قبل كل جوله بيبقى ليك تبدل زي ما انت عايز في التشكيله بتاعتك. يعني قبل الجوله ب 90 دقيقه، بعد 90 دقيقه خلاص بقى ما بتحسبش، ويبدا التبديل ده بينزل على الجوله اللي بعديها مش على الجوله اللي هتبدا. الفانتزي ليها قواعد وانت بتشوف برضو اختيارات بطريقه منطقيه، لكن ده ما يمنعش ان الفانتزي لازم تهبط فيها عشان تجيب بوينتس عاليه. انا عملت ليج، وان شاء الله في اخر الموسم هكسب اللي هيطلع الاول هديه قيمه من عندي. هسيب لك لينك بتاع الليج ده في اول كومنت، تقدر تخش عليه على طول، هيدخلك على الفانتزي وهتجوين الليج بتاعك، وبرضه هسيب لك الكود بتاعه في الكابشن. سلام عليكم.